الجو اللي احنا فيه ده محتاج طبق محشي حلو يدفينا كده. في الفيديو ده هقول لكم ازاي بعمل محشي بتنجان طعمه حلو قوي وشكله زي ما انتم شايفين كده باللمعه القمر دي، وكمان البتنجان عمره ما بيجلد مني، والرز سواه مظبوط قوي ومن غير ما يعجن. شايفين شكله مفلفل وخطير. لايك وفولو بقى وتعالوا نشوف هنعمل ايه. في حله على النار حطيت بصل وفلفل متقطعين بالشكل ده، وممكن ما تحطوش فلفل بس هو بيدي طعم حلو. كمية البصل حسب انتوا هتعملوا محشي قد ايه. انا ما كنتش هعمل كتير فحطيت بصلايه واحده بس متوسطه. بحط عليهم شويه زيت وبشوح فيهم على النار لحد ما البصله تدبل خالص. بعد كده هحط ملح ورشه صغيره فلفل اسود ورشه سكر، وهديهم تشويحه كده مع البصله لحد ما تبتدي تاخد لون. توصل للون ده كده واروح نازله على طول بعصير الطماطم. دول تقريبا نص كيلو طماطم. هديها تقليبه مع البصل واغطي الحله واسيبها على النار لحد ما تتسبك. الزيت فصل على الوش اهو، تبقى كده خلاص اتسبكت. في بوله حطيت الرز، دول كوبايه رز، وحطيت عليهم واحده مرقه فوريه، معلقه صغيره ممسوحه ملح، نص معلقه صغيره كزبره مطحونه، نص معلقه صغيره فلفل اسود، وبحط رشه نعناع بس الصراحه نسيت احطها. وبس كده، هي دي توابل المحشي، مش بحط اي حاجه تاني. حطيت كمان بصلايه صغيره خالص متقطعه بالشكل ده كده، بتفرق جدا في الطعم. بعد كده هضيف الخضره، نص حزمه من كل حاجه، كزبره وبقدونس وشبت. انا حاطه كميه خضره قليله علشان انا عامله كميه محشي قليله، لكن طبعا لو هتعملوا كميه اكبر فكتروا الخضره لان المحشي بيحب الخضره. ولو انتم زي كده بتشيلوا الخضره في الفريزر، بنطلعها من الفريزر وقت الحشو على طول، يعني مش بنسيبها تفك ولا حاجه. لو طلعتوا الخضره وسبتوها تفك هتسود منكم. بعد كده هنضيف الطماطم اللي سبكناها، وهسيب معلقه بس كده في الحله علشان احطها على الشوربه اللي هسقي بيها المحشي. وهنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. بعد كده بقى هنحشي البتنجان، مش بنملاه على اخر رز، يدوب بس الرز يبقى فوق نص البتنجانه بحاجه بسيطه علشان ما تطلعش مكتومه والرز يستوي مظبوط. حطيت في الحله اللي هحشي فيها، اللي هرص فيها البتنجان، طماطم، وحطيت عليها رشه شطه صغيره كده علشان انا مش بحط شطه في الخلطه بتاعتي عشان ما تحرقش ايديكم وانتم بتحشوا. ساعات بحط بصل، ساعات بحط ميكس بين الفلفل والطماطم والبصل، يعني الخضار المتوفر عندكم حطوه. بلاش تكبسوا الحله على الاخر، حطوا فيها على قد ما هتاخد، بس لما بتزنقوا كده البتنجان كتير جنب بعضه بيطلع في الاخر شكله غريب، وساعات كمان الرز ما بيبقاش مستوي بشكل كويس، وبتلاقوا ان الرز طلع بره البتنجان بسبب ما هو لازق في بعضه. فلو حسيتوا ان الحله صغيره، يا تنقلوه في حله اوسع يا تعملوه في حلتين. وعلشان ازود الطعم الحلو والبتنجان ياخد لمعه حلوه، بحط كده معلقتين سمنه بلدي على الوش. لو مفيش سمنه بلدي حطوا زيت عادي بس عشان اللمعه. بعد كده هنسقيه والشوربه توصل لحد تلت البتنجانه، يعني مش بنغرق الحله شوربه. ممكن كمان تحطوا شوربه لحد نص البتنجانه، ولو احتاج شوربه هو على النار عادي زودوله. هنغطي الحله بقى، نحطه على نار عاليه ياخد غلوتين. اول ما تلاقوا ان الرز ابتدى يعلى في البتنجان كده ويطلع على الوش، وطوا النار على طول وسيبوه يستوي بقى على نار هاديه. تابعوه بقى من وقت للتاني ودوقوا واحده كده. لو لقيتوا ان خلاص البتنجان بيدوب والرز مستوي كويس اطفوا عليه. حتى لو لسه فيه شويه شوربه كده مش مهم، انا بالنسبه لي شويه الشوربه دول احلى من البتنجان. وبس كده بقى عندنا احلى محشي بتنجان. متنسوش بقى اللايك والفولو، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.